هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا العدد الجديد من برنامجكم ديربي شو اللي كيجيكم كل نهار من الاثنين الى الجمعه على الساعه 6:30 مساء. كيف ما عودناكم بكل جرأة وبدون لغة خشب سننطلق في عدد اليوم، والبداية أو لا المواضيع اللي عندنا اليوم فأزمة لاعبي الرجاء، تطعيم مكتب الوداد، آراء الجماهير، وكأس العرش بدون جديد. غنبغيو ناخذوا الآراء ديال المشاهدات والمشاهدين الكرام. اليوم نرجعوا أو نفتحوا واحد القوس بما أنه فرصة يعني نشكل من مجموعة من المواضيع. أي واحد بغى يشارك معنا بالرأي ديالو من خلال الصوت فما عليه إلا يتصل بالرقم اللي كنطلب من المخرج انه يوجدوا لنا لانني ما علمتوش به اللي هو الرقم 06 37 90 90 59. وعيد الرقم 06 37 90 90 59. هذا هو الرقم اللي ان شاء الله يعني يكون سواء عبر الواتساب او لا عبر المكالمات العاديه. غنتحدثوا على المواضيع اللي ذكرنا، وايضا بغينا اراء الجماهير كيف ما كانت في اي موضوع بغيتوا، خصوصا الحديث على انطلاقه ديال البطوله الوطنيه، على الفريق ديالكم اللي كتبغيوه، الازمه اللي فيه، او لا كان غادي مزيان اشنو كيبان لكم فيه الى اخره. هذا الشيء اللي كاين. اسمحوا لي فقط انني يعني نمد المخرج البرنامج برقم الهاتف وبعد ذلك نعود. انا معكم الان 37 90 90 59. هذا هو الرقم الان راه عند المخرج. شكرا لكم مشاهدينا الكرام. فالناس اللي كيديروا التعاليق فكيكون بزاف ديال لي باج اللي مبارطاجين وداك الشيء، وبعد المرات ما كيطلعوش لينا التعاليق هنايا. فبالنسبه للتعاليق انا غنحاول اليوم انني نقرا التعليقات اللي كاينين، وغنحاول خصوصا الناس اللي استطاعوا انهم يجيو لاباج ديربي ويتفرجوا في لاباج ديربي فغيطلعوا لي التعاليق ديالهم. ديربي فوت، لاباج ديربي فوت، الا طابيتوها غيطلع لك يعني غيطلع لكم اللايف وغتدخلوا تما وغتكتبوا لنا يعني التعليق ديالكم والاراء ديالكم بخصوص المواضيع اللي كاينه اليوم. فتحدثنا في سابق الحلقات وتحدثنا على الرجاء الرياضي وعلى يعني المشكل ديال السيوله الماليه، وكنا وضحنا في واحد الحلقه وضحنا جميع الامور اللي كتخص ماليه الرجاء، وشنو الاشكالات اللي لقى الزيات حاليا، وشنو المشكل اصلا اللي وصل الرجاء ان عندها ازمه سيوله ماليه، وشنو اللي خلى الزيات ما يكملش، وشنو هي الامور يعني اللي الاشكاليات اللي كاينه حاليا. تكلمنا في هذا الشيء كامل. جاء رئيس جديد. هذا الرئيس الجديد اللي كان هو ديجا عضو في المكتب، والقانون كيخول ليه في حاله عدم يعني الدعوه الى جمع عام عادي اللي كان ممكن انه يتحول استثنائي، ف يعني النائب الرئيس هو اللي كيولي رئيس، وكيتعاد يعني التغطيات الخصاص في الاماكن ديال يعني الخصاص في المكتب يعني ديال كاع الناس اللي قدموا استقالات. لكن اليوم بالنسبه للرجاء الرياضي فعندهم مجموعه من المشاكل والاكراهات الكبيره. كنتحدثوا على مجموعه من المواضيع، على فريق الامل، على الفريق الاول، على مستحقات اللاعبين، على يعني لي بريم ديال اللاعبين، على منح التوقيع ديالهم، بزاف ديال الامور اللي حاليا خصها تخلص، او لا خاص يعني الرئيس الحالي اللي هو السي الاندلسي اللي كان عنده واحد الباساج البارح مع اسامه بن عبد الله، واي باساج غيكون عنده حاليا فهو ما يكون فيه حتى شي اضافه حاليا، فقط يعني تنوير الراي العام ويقول كيفاش الامور اللي خلاته انه يشد الرجاء. والامور واضحه، كنبغي الفريق ديالي، كنحب الفريق ديالي، وهذا الشيء اللي خلانا اننا ما نسمحوش فيه واننا نجيو ونتفرجوا او لا نتحدثوا يعني نشد الرئاسه واخا هي فيها تكليف. يعني كان لابد اننا يعني نمسكوا الفريق. وهذا الشيء اللي كان بخصوص يعني الرئيس الجديد. لكن اللي خصو يعرف الجميع هو انه كاين واحد الفلوس خصها الان تسدد. ملي كنتكلموا على اللاعبين ديال فريق العمل فهما كاين واحد الاشكالات على مستوى الاداء ديال المبلغ ديال المال او لا ديال المبلغ المالي اللي كيخص مصاريف الدراسه ديال احد المدارس الخاصه اللي كيقراو فيها الوليدات اللي كاينين في الرجاء. هاد المصاريف هذول اللي ما دفعوش، وهذا الشيء هذا يقدر يكون عائق في يعني في للاعبين ديال الامال في اطار الدراسه ديالهم. هذا الشيء اللي ممكن يشوش عليهم ما يخليهمش يركزوا في الدراسه ما بين الدراسه وما بين يعني الاحتراف ديال كره القدم ومجموعه من الاشياء. فبالتالي الا كان بصح هاد الناس هذول اللي كيتعاقبوا على الرجاء سواء جواد الزيات سواء السي الاندلسي حاليا، الا كانوا بصح يعني كيقولوا انهم كيخدموا العمل المؤسساتي، فالعمل المؤسساتي او لا اي مؤسسه
كتحترم نفسك ومتاكد انه اول حاجه خصها دير او لا اول حاجه يعني اللي ممكن انها دار فهي الوليدات يتخلصوا لهم داكشي ديالهم، يتخلص لهم يعني الدراسه ديالهم باش ما يكون حتى شي عائق من بعد. ولو انه صاحب مدرسه رجاوي وانه يعني انسان اللي ممكن انه يصبر على الفريق الى اخره، لكن في نفس الوقت ما خاص يعني الامر يبقى بهذه الطريقه هذه، لانه بصح الا كنتي مؤسسه وعندك غيره على الفريق وعندك غيره على اللاعبين وعلى الوليدات وبغيتي لهم الخير في حياتهم، فاول حاجه خصها تكون هي القرايه، لان القرايه مهمه جدا بالنسبه للاعب في كره القدم، سواء فاش يتحدج ولا فاش يبغي يعطي واحد تصريح، سواء الا قدر الله وكانت عنده شي اصابه بالغه اللي ما تخليش انه يكمل المسار الكروي ديالو. هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة. عدنا اليكم مشاهداتنا مشاهدينا الكرام من جديد. كنعتذروا على هذا الانقطاع ديال البث اللي كان خارج على الاراده، اللي كان بسبب سوء الانترنت. يعني تحدثنا على انه اي واحد يعني يعني البلاصه اللي وصلنا لها بالضبط هي انه اي واحد بصح عنده غيره وانه كيفكر في الفريق ولا كيفكر في الوليدات اللي كيترينوا في الرجاء، فاول حاجه خصو يفكر فيها وهي الدراسه ديالهم، لانه الدراسه فهي كتعني الشيء الكثير، سواء يعني يعني الحديث يعني على الى لا قدر الله كيف ما سبق وقلت، يعني كان واحد الاشكال عند يعني احد اللاعبين، كان شي اصابه اللي ما خلاتوش انه يكمل المسيره ديالو، على الاقل يلقى عنده شهادات محصل عليها واللي يقدر يعني من خلالها انه يولج سوق الشغل. يعني اشياء كثيره اللي لابد انها يعني يتم المراعاه ديالها وتعطاها اولويه. ف نحاول نقرا التعليقات ديالكم، عاونوا الفريق ياسر ايجي مع كامل الاسف الا كنتي باقي داك الشدان وداك الشيء ما عرفتش زعما اشنو كنستافدوا. الجديد ديال الرجاء اش من ازمه كتهضر عليها؟ يوزر سيف يوسف رجع اخويا وتكلم. بوستا محمد من بين الاشخاص اللي جاهل مع كامل الاسف، الناس اللي ما كتفكرش ما عندهاش حتى الدماغ باش كتفكر، الناس اللي ولات بالنسبه ليها الصحافه ما خصهاش تقوم بالدور ديالها. الصحافه ما خصهاش تقول كاين ازمه في الرجاء وما تقولش كاين ازمه في الوداد، وما تقولش ان الوداد فيها الانفراد بالراي وانه من يسيرها كيسيرها بهذا الشكل، وما يقولش انه راه الرئيس ديال الرجاء الزيات طيح الرجاء في ازمه ماليه حاليا او ازمه سيوله ماليه، وما تقولش لي حقا انه راه مولوديه وجده راه الرئيس عنده باغي يصيفط المدرب، وما تقولش لي انه المثال ديال نهضه بركان انه راه فريق متكامل، لا قول لي انه فيه مشكل. كاع هذا الشيء هذا خصنا حنا نرضيو الجمهور ونجي انه نتكلموا على فريق ديالك نتايا، نحطوا الصوره ونقولوا الرجاء العالمي احسن فريق في العالم واحسن واحسن واحسن، باش تبقى لي نتايا السي بوستا ولا ما نعرف شنو سميتك على خاطرك. الا كنتي انت باقي ما قاريش، باقي ما واعيش، وباقي المستوى ديال التفكير ديالك يلا واصل لهذا الشيء، سير بعد لك على كره ولا سير بقى تفرج فيها فقط في التيران، ما تبقاش تفرج حتى في البرامج، ما تفرج حتى في التحليلات الكرويه، ما تفرج في حتى شي حاجه، لانه دائما غيجي واحد يقول لك لا التكتيك اللي كان اليوم كان زيرو، ولكن انت غيعجبك الحال لانه ولا تكلم لك شي حد التكتيك يقول لك كان زيرو، تقول شتي قلتها السلامي لا علاقه، اسيدي سير تيوليو عندك الدبلومات اللي عند السلامي ولا عندك المهارات اللي عند السلامي، ولا تكون نتايا قد السلامي ولا قد اي مدرب في المغرب، ديك الساعه اجي فهمنا في كره. مع كامل الاسف اشخاص ولفوا انه كيسحب لهم غيكتبوا تعليقات للناس وغيرضاو ليهم وغنجيو وغيسكتوا هاد الصحفيين وما غيقولوا حتى شي حاجه، وغيقول لك اسمح لينا وحنا نحن لا نتكلم ولا نريد سوءا بفريق الرجاء. اسيدي الا ما عجبكش الحال راك عارف شنو دير. سمحوا لنا مشاهدينا الكرام على الخروج. فوالا ها هو هذا صحافه ديال المرقه كتسترزق من الرجاء وعطيوه اتساع. عبد العزيز لاراج، ما كاينش شي واحد كيقدر يقول لك شي حاجه سميتها المرقه. شنو هو هذا المصطلح؟ نتحداك دابا دير تفسير وتفصلوا لينا وتقولوا وتشرحوا لينا مزيان. علاش؟
لان مستواك الفكري مع كامل الاسف باقي ما وصلش لهذا الشيء، باقي ما كيعرفش راسو شنو كيخرج. عرف شي واحد كاين واحد الطائر من الطيور يكرر بلا ما نذكر حتى الاسم ديالو، لانه لا ذكرت الاسم ديالو غنطيح ليه المستوى ديالو، لانه خلق الله سبحانه وتعالى في واحد الحله جميله وبواحد الميزات جميله. هذا الطائر هذا فهو يكرر ما يسمعه، وللاسف بعض الاشخاص كذلك عندهم نفس الاشياء، راه كيكرروا كلام والله العلي العظيم ما كيعرفوا فيه حتى شي حاجه وما كيفهموا فيه حتى شي حاجه. مع كامل الاسف الجمهور اليوم باغي يسمع غير الزوين على الفريق ديالو. الا بغيتي تسمع الزوين على الفريق ديالك هز الفلوس، سير انخرط، كون عندك مستوى ثقافي ومعرفي ومالي يليق باسم فريقك، باش انك تقدر تقدم لهم الاضافه وتزيد بهم القدام باش يولي عندك فريق مثالي. وديك الساعه ما كاينش اللي غيتحدث عليه. واش الرجاء فيها ازمه ماليه؟ فيها. واش الفرق المغربيه عندها ازمه ماليه؟ نعم. واش المستوى ديال الرجاء الرياضي بالنسبه لناحيه الكره مزيان؟ نعم مزيان. واش اللاعبين الشباب كيقراو والمستحقات ديال الدراسه ديالهم تخلصات؟ لا ما تخلصاتش. اشنو بغيتي انا نقول لك؟ نجي نقول لك شي حاجه اخرى من غير هادشي؟ هذه حقيقه. انقل لك الخبر. نهار تلقاني كنكذب عليك اجي قول ما بغيتي، ونهار تلقاني كنكذب على شي فرقه اجي قول ما بغيتي. ولو اننا نحن راه صحفيين وبشر نقدروا نخطئوا يوما ما، ولكن الحمد لله عندي اتكلم عن نفسي بشكل اكبر، عندي ثقافه الاعتذار. وكصحفيين راه كنا عندنا ثقافه الاعتذار، وخصنا نعتذروا الا قلنا شي حاجه ماشي هذيك. هادشي اللي خصو يكون، ما كنقولوش شي حاجه اخرى. راه المشكل ديالك نقدر نلقاك كتجلس في قهوه مع صاحبك كتقول ليه هاد الزيات خرج علينا، هادو طيحونا في ازمه ماليه، فين هما الفلوس ديال كذا وفين هما الفلوس ديال كذا. هادشي كامل كتقولوا انت مع راسك ولا مع صاحبك في قهوه، ولكن ما ترضاش انه تلقى صحفي كيقولها. تقدر تجلس اليوم وتقول لي مدرب عندنا عيان اليوم، ولكن ما تبغيش صحفي اخر يقولها. علاش؟ غير حيت عندك مشكل انه صاحبك الودادي ولا صديقك الودادي يقدر يشد فيك، ولا العكس صحيح، ولا الودادي كذلك ما يقدرش يقول لك انه النصيري نعم راه جبنا القاب ولكن راه التسيير ديالو ما كيعجبنيش. كيقولها ما بينه وبين صحابه، يقولها في القهوه، يقولها في كل شيء، ولكن ما يسمحش للصحفي ولا شي حد يلقاه كيقول هاد الهضره. علاش؟ لانه كيخاف صاحبه الرجاوي يشد فيه. واللي كيفكر بهذه الطريقه مع كامل الاسف بالنسبه ليا وشخصيا راه هو قاصر فكريا. اعتذر. وباش نرجعوا نكملوا. مساء الخير سي انس، تحياتي لك وجميع الحاضرين. شكرا لك سي سعيد الهلالي، اهلا وسهلا بك. سلام خويا ديما رجاء عزيز الرهبي، اهلا وسهلا بك سي عزيز. سلامي احسن مدرب مغربي بالنسبه لي جلال موساوي. بالنسبه لك احسن مدرب، انا بالنسبه لي من احسن المدربين. يعني كاينين مدربين اخرين اللي مزيان. متفق معك خويا، تحياتي لك خويا. الصحافه عندها دور كبير، الله يخطيك السي يوسف. وحنا كنحاولوا ما امكن جاهدين اننا نديروا الدور ديالنا. فاش تلقى واحد الشاب ولا تلقى واحد الصحافي كيحاول انه يدير داكشي الخدمه ديالو اللي عليه كيف ما خصها دار، فعلى الاقل حاول تصوب ليه، حاول تقاد ليه، حاول تقول ليه لا وراه غلطتي في هذه ولا هذه. ماشي داك الانسان اللي اصلا هو ما عارفش شنو كيقول، ما عارفش شنو كيخرج، ما عارفش شنو كيجي يقول لنا. الملياردير مشارك اصبح نائب رئيس الوداد الرياضي. رفيق بغينا نتحدثوا نيت على الوداد الرياضي في هذا الخصوص هذا. فبالنسبه لي شخصيا يعني كاين بزاف ديال التطعيمات في مكتب الوداد، بزاف ديال الاسماء كان متوقع انها تلتحق بفريق الوداد الرياضي، وخصوصا يعني على راسهم السي الترابي صحفي بقناه دوزام اللي هو ودادي قوح، واللي كان كيدعم المكتب من خلف الستار. اليوم هو غيكون في المكتب المسير. بالنسبه للنائب البرلماني وكذلك الملياردير المشارك، ما فهمتش صراحه، وانا كنستغرب ولكن في نفس الوقت من حقه، لانه الانخراط في مؤسسه ما او لا يعني الدفاع عن مؤسسه ما او لا المساهمه في مؤسسه ما، يعني ماشي بالضروره يكون عنده يعني الهاجس هو الانتماء فقط، بل حتى انه كتشوف راسك في واحد المشروع معين وانت كتنخرط فيه، لانه ممكن يكون مثلا رجاوي في مكتب الوداد ولا ودادي في مكتب الرجاء. من الممكن يكون هذا الشيء، ولو انه الجماهير ما كتقبلوش. ما فهمتش واش مشارك اصلا رجاوي ولا ودادي، ما عرفتش، ولكن هذا لا يهمني، بل ما يهمني هو انه
واش غيعطي الاضافه ولا غيكون فقط بالاسم والمال؟ الا كان غيكون بالاسم والمال حتى هي مفيده للوداد، زعما ماشي شي حاجه قبيحه، ولكن من الافضل انه تكون عنده مساهمات اكبر واكبر، لانه كيف ما قلت ما كرهناش دائما اللي غيزيد الفراقين لقدام، اللي غيخلي الفراقي ديالنا يعني يكونوا في احسن حله ويكونوا اوطوب. لانه ملينا بانه حنايا كنسمعوا ملي كتكلم على الاهلي عدد المنخرطين كيفاش كدوز عندهم عمليه تصويت كيفاش كذا، كنشوفوا الزمالك كيفاش الزمالك شحال الميزانيه ديالهم، وحنا العام اللي جا في المغرب باقيين كنتكلموا الناصري حط الفلوس، بودريقه حط الفلوس، اكرم حط الفلوس، هوار حط الفلوس، ولكن واش هادشي دار شي نتيجه؟ لا ثم لا. دونك شنو اللي خصو يكون؟ مؤسسة النادي أو لا هيكلة النادي ليكون مؤسسة ناجحة تعتمد على نفسها وعلى مداخيلها فقط. يعني هذا الشيء اللي خصو يكون، ماشي شي حاجة أخرى. وسمحوا لنا دائما كنقول التعليقات اللي ما كاينينش في لاباج ديال ديربي فوت فراه ما يمكنش لي اطلع عليهم حاليا. يعني التعليقات اللي ممكن اني نشوفها فقط يعني هي اللي كاينه في لاباج ديربي فوت او لا في لاباج الشخصيه ديالي، وهي الطاهري انس دوزاس تيري انس الطاهري مكتوب بالعربيه انس، الالف الهمزه النون السين اسباس الف لام طا طهيري طا لها الياء والراء والياء. دونك هذا الشيء اللي كاين في ما يخص الامور اللي كاينه. جلال العنايه تحياتي خويا انس، ازمه ماليه تضرب كل الانديه العالميه وما بال الانديه الوطنيه. وانا نزيد نكمل التعليق ديالك السي جلال، وما بال الانديه الوطنيه الغير المهيكله والتي لا تعتمد في ماليتها على قيمتها السوقيه. الرجاء والفتح هما الوحيد الذين يلعبان بلاعبي المدرسه. نعم سي جلال، حتى فرق اخرى ولكن اللي كيلعبوا بعدد اكبر من اللاعبين هما الفتح والرجاء. مشاهدينا الكرام غنمشيو لفقره التوقعات. فقره التوقعات اللي كيوجد لنا الزميل محمد سعود مشكور، اللي كيكون فيها 3 ديال المقابلات، واللي هاد 3 المقابلات فكلهم يعني كنتحدثوا عليهم كل مره اشنو غيكون. فالتيم ديال اليوم غيكون فيه عدد الاهداف، ولكن قبل ما نشوفوا شنو هما مقابلتنا عندنا اليوم فغنخليكم مع فاصل اعلاني 3 ثواني ونعود. هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة. عدنا اليكم مشاهدينا الكرام من جديد. يعني فقره توقعات كيوجد لنا الزميل محمد سعود كما سبق لي وذكرت، واللي كنشكروا بمناسبه على المجهودات ديالو. ايضا كنشكروا من وراء الكاميرا السيد ايوب خالد مخرج حلقه اليوم، اللي كنشكروه هو. ايضا نتمنى الشفاء العاجل لمخرجنا سفيان الصالحي. مشاهدينا الكرام 3 مقابلات اللي كاينين اليوم. المقابله الاولى اللي كتجمع ما بين غين ومارسي، فهذه المقابله هذه اللي غتكون يوم يعني اليوم، فما عرفتش اليوم نورمالمون ما خصهاش تكون عندي اليوم ولكن ماشي مشكل. المقابله اللي غيكون فيها اقل من 2 ديال الاهداف، لانه اخر احصائيات اللي كتجمع الفريقين فهما دائما كانوا اقل من 2 ديال الاهداف. نمشيو للمقابله الثانيه واللي غتكون يوم الخميس على الساعه 7، المقابله اللي غتجمع ما بين استون فيلا وبيرلي. هذه المقابله هذه اللي برسم يعني البريمير ليغ، هذه المقابله ايضا غيكون فيها اقل من 2 الاهداف حسب الاحصائيات الاخيره للفريقين. والمقابله الثالثه اللي كتجمع ما بين روما وتورينو، مقابله ايضا اللي من المتوقع يكون فيها اقل من 2 ديال الاهداف. هذه المقابله هذه اللي غتكون يوم غد ان شاء الله على الساعه 9 الا ربع. فدائما من خلال التعليقات والبقاء مع اخر تعليقاتكم اللي كنشكركم عليها، لانها كنستمدوا منها واحد التبادل ديال الاراء، واللي هي اللي يعني كتخلينا حنا كنستافدوا نتوما كتستافدوا ملي كيكون عندنا داك لاشونج. اما ملي ما كيكونش لاشونج ما كيكون غير راي الواحد، والراي الواحد دائما خصو يتم التعزيز ديالو باراء اخرى باش كيزيد يتنقح ويكون افضل. وانت كتفهم مزيان، زعما كمال الدهاني ما كنفهمش مزيان، انا كنفهم في الحرفه ديالي في الخدمه ديالي واللي هي الصحافه. وملي كنتكلم كصحافي فعلى الاقل كنمشي كنحاول ندير تحليل بنسبه عقلانيه او لا بطريقه عقلانيه، فكنحاولوا ما امكن اننا نقلبوا على المعلومه، وكذلك اننا كنحاولوا نحكموا المنطق في حديثنا وايضا في الكلام عن بعض المواضيع. ولكن كشخص مثلا انا شخصيا دابا مثلا واحد كيتكلم، ولا انا كنتفرج في هذه اللحظه هذه في واحد البث مباشر ديال احد الصحفيين اللي كيتكلم على مقابله ما او لا على فريق ما، فهذا الفريق هذا ولا هذا البث المباشر
على الاقل الا كنت كنتفرج فيه غنحاول ما امكن غير فاش نعلق بجمله مفيده. شنو كتجي مثلا فاش كتلقاو هاد الناس اللي تكلمت عليهم شنو كيجي كيقول لك؟ كيقول اسيدي باللي الرجاء فيها ازمه، اش من ازمه انت ودرتي وانت درتي الى اخره. مفاهمين؟ او لا كيجي شي شخص وكيقول لك انت عيان، مزيان من حقك كرأي انا كنحترمو زعما من حقك، غير هو من الافضل انك لو تجي وتقول لنا ها علاش عيان وعلاش. اما اطلاق يعني الاحكام غير ما كتفيق الصباح كتقول لهم المغرب عيان منين دار هادي، انت اصلا ما كتفهمش مثلا في داك الموضوع، او لا ما عندكش مبرر واضح اللي كيخليك تقول داك الراي الى اخره. دونك انا قلت انك مدرب مغربي في المستوى، اذا قل لي اسماء مدربين قاموا باشراك لاعبين شباب في نفس الوقت منافسه على جميع الالقاب الممكنه. جلال الموساوي بالنسبه ملي كنتكلم على جمال السلامي والقياده ديالو للرجاء الرياضي، يعني نعم دار بزاف الحوايج مزيانين، نعم شارك اللاعبين ولانه كان مضطر ايضا لاشراك اللاعبين، بل هناك ايضا يعني تجارب اللي ممكن انه مثلا نتكلموا غير ناخذ واحد المثال بسيط، مورينو المغرب من افضل المدربين ايضا. ملي كنتكلم على بن هاشم من الكفاءات ايضا بالنسبه لي من افضل المدربين. ملي كنتكلم على يعني جمال اللي كان في الكوكب المراكشي ايضا على مستوى عالي من التكوين. ملي كنتكلم على كركاش، ملي كنتكلم مجموعه من المدربين، لكن ربما هاد المدربين اللي تكلمت لك عليهم لو كانوا دابا جاوا الرجاء ربما يبان الدور ديالهم، ولكن لانه ما كتعطاهمش فرصه، لانه عندنا في المغرب شوف الا بغيتي بصح تفهم شنو عندنا في المغرب غتشوف فقط يعني الحاله ديال عبد السلام وادو مع مولوديه وجده. السيد جاي باغي تخدم بروفيسيونيل ما عمره ما يخليوك تخدم بروفيسيونيل. المغرب عندنا علاش المدربين الله يحسن عوانهم وفي نفس الوقت كلمهم لانهم ما عندهمش الشجاعه والجرأه باش يعريوا الواقع، وهو انه كيولي يخاف يقول للرئيس لا انا خاصني باش نخدم مزيان. بالمقابل الا مشى دار بحال هكا كاع الفرق وكاع الرؤساء غيوليو يخافوا من داك المدرب وما غيبغيوش يجيبوا. على اي باش ندير مقارنه خصها تكون تعطات نفس الشروط وتعطات نفس يعني الارضيه اللي تحط فيها المدرب يكون نفس المستوى. باش ديك الساعه ندير مقارنه مثلا ما بين السلامي وما بين كذا وما بين كذا وما بين كذا. شباب كلام فارغ، كان مطار اشراك لاعبين شباب كلام فارغ مضطر ودليل هواش ممكن منافسه على الالقاب بقوه. لا جلال الموساوي انا كنقول لك كان مضطر. علاش؟ لانه جمال السلامي حسب وجهه نظري لو كان عنده لاعبين افضل او لا على الاقل لاعبين مجربين واللي عندهم تجربه كان انه غيدخلهم وما يدخلش الشباب. حسب رايي المتواضع او لا الشخصي، رايي الشخصي انه جمال السلامي لو ما كانش مضطر يقدر ما يدخلش دوك اللاعبين وما يعطيهمش فرصه، سيرتو كيعرف انه الجمهور كامل كان كيتسنى اللقب او الالقاب. جمال السلامي كان يجي في ظرفيه اخرى، يجي في وقت اخر ويشرك اللاعبين منذ البدايه، ماشي لانه عنده دوك اللاعبين الشباب هما الخيار الوحيد اللي امامه. انا ذاك غنقول ليه برافو السي سلامي عطيتي الفرصه، ولو انه حاليا مع ذلك خصنا نقولوا ليه برافو لانه رغم يعني طحتي في انه كنتي مضطر لعبتي دوك اللعابه وعطيتيهم الفرصه. مشاهدتنا الكرام، اول حاجه جلال الموساوي كنشكرك جزيلا الشكر على التفاعل ديالك، وكنضربوا موعد ان شاء الله يوم غد في حلقه جديده وايضا مواضيع جديده. نلتقي يوم غد دائما في نفس القناه وعلى نفس التوقيت، والى ذلك الحين دمتم في رعايه الله. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.